احتفالا بوصول كورس الفيسبوك بتاعي ل 100 مشترك في عيلتي العزيزة الجديدة، قررت ان انا اطلع اتكلم في الفيديو ده عن احد الاعتراضات او احد ساعات الهجوم اللي كنت بتعرض له، اللي هو اسلام انت ليه بتبيع كورس غالي بالمنظر ده مع انك كده كده بتقدم كل حاجة مجانا على اليوتيوب؟ فيعني ليه الفرق؟ مفيش، يعني الموضوع مش منطقي. ازاي تكون بتقدم كل حاجة فور فري على اليوتيوب ومع ذلك تيجي لما تقدم كورس تبيعه بشكل غالي قوي؟ فعشان كده طلعت في الفيديو ده قلت دردش معاكم كده عن طريقة تفكيري او بفكر ازاي في الموضوع ده. يمكن لو انت واحد بتفكر تبيع حاجة في يوم من الايام تستفيد حاجة من الفيديو ده. لما نيجي نبص للمعلومات اللي بتتقدم على اليوتيوب، ليه تيجي تقدم حاجات بجودة عالية قوي على اليوتيوب؟ ده لان كل حاجة موجودة اصلا على اليوتيوب، سواء انا قدمتها او ما قدمتهاش هتقدر تاخد اي معلومة انت عايزها من على اليوتيوب او من على جوجل. دي حاجة ما فيهاش كلام. فلو انت بتبيع معلومات بس، انت اصلا هتندثر وعمرك ما هتعرف ان انت تنافس في عالم صناعة المعلومات او عالم اللي هو بيع الكورسات عموما. لكن لما تيجي تبيع بقى، لما تيجي تبص فعلا ايه الحاجة اللي بتعمل تحول، هتلاقي ان انت تاخد بيد الشخص بقى اللي هو هيشتري منك الكورس، او انت تقدم له ادوات تساعده في تطبيق المعلومات دي، وحاجات كتير قوي من شانها انها ترفع القيمه بتاعه الكورس بتاعك. وده اللي انا الحمد لله بقدمه كده كده في كورساتي. لكن برضو انا اتعلمت الموضوع ده بس بشكل غير مباشر في الاول خالص، لما كانت واخداني بقى الجدعنه. وكان احد اصدقائي وانا كنت شاكك ساعتها في الموضوع ده قال لي اسلام هو شغال وعايز يسيب شغله وعايز يشتغل في السوشيال ميديا ويعمل اعلانات وكده كميديا باير. قال لي اسلام ما تديني كورس. قلت له ماشي هديهولك بس ب $500. قعد تقريبا شهر ما يكلمنيش واختفى خالص. قال لي حاضر هظبط المبلغ وما كلمنيش خالص. وبعد كده بقى واحنا بنتكلم سوا قال لي طب ينفع يعني انا قصرت معاك في حاجه؟ يعني انا طول عمري بقف جنبك ولما بتعوز حاجه بديها لك وبتاع. فقلت يعني هو دلوقتي ربط الاتنين ببعض. انا كان في دماغي حاجه تانية خالص وقلتها له بعدها. قلت له على فكره لو انا اديتك الكورس ده ببلاش انت مش هتقدره ومش هتستفيد منه. قال لي لا 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 ازاي وبتاع وانت بتقول كده بس عشان ما جربتنيش ومش عارف ايه. قلت له حاضر انا هخلص الكورس وهضيفك عليه. كنت وقتها لسه ما خلصتوش، كنت لسه بفنش كورس الفيسبوك بتاعي. فبعد ما خلصته من هنا، الكلام ده كان بعدها بشهرين، كان نسي خالص كل الكلام اللي انا قلته له. اول شخص خالص ضفته على الكورس كان هو. قلت له هات لي يا ابني الايميل بتاعك اضيفك على الكورس عشان خلاص انا خلصته وعايز اعمل معاك واجب بقى وايه، ونشوف كده ان شاء الله تكسر الدنيا. اقسم لكم بالله الكورس ما اتفتح لغايه النهارده. الموضوع ده بقاله حوالي 5 شهور ما اتفتحش. ليه؟ لأن مفيش حاجة اندفعت فيه، مفيش قلم مصاحب للكورس اللي هو المفروض يتفرج عليه. نفس الكلام لاحظته لما جيت أشوف الناس اللي كانت بتاخد الكورس بالتقسيط أو بتدفع فلوس قليلة. لاحظت إن دي أكتر ناس بعد كده بتعمل ريفاند أو ناس ما بتكملش في الكورس. وعلى الصعيد الآخر لاحظت إن أكتر نسبة نجاحات هي من الناس اللي دافعة الفلوس كاملة بتاعت الكورس أو الثمن الغالي بتاع الكورس. طب ده يقول لك إيه؟ ده يقول لك الحاجة اللي أنا جربتها أصلا طول عمري. يعني انا كان اكتر حاجات اللي انا شخصيا اللي غيرت حياتي بشكل ما تتخيلوهوش كانت كورسات كنت بدفع فيها 1000 و2000 دولار في الوقت اللي كان بيبقى كل اللي معايا هو ال1000 او ال2000 دولار ده، اللي هو كنت بشتري الكورس من هنا وافلس من هنا حرفيا. ومش عايزكم تفهموني غلط، انا ما بداتش حياتي بصرف الافات الدولارات على كورسات. في الحقيقه انا لما ابتديت رحلتي اصلا كنت بصرف ال7 دولار على كورس وابقى يعني بتقطع من جوه. لكن اللي غير مفهومي كله كان كتاب رائع جدا اسمه ريتش داد بور داد، اللي هو الاب الغني والاب الفقير. لو قريته تحت اكتب لي تحت ان انت قريته. الكتاب ده من اعظم الكتب اللي انا قريتها في رياده الاعمال، وبيتكلم عن مفهوم قوي جدا عن الفرق ما بين الشخص الغني والشخص الفقير. الشخص الفقير لما بيعوز دايما يشتري حاجه بيقول انا ما اقدرش اشتريها، لكن الشخص الغني بيقول ازاي اقدر اشتريها. فرق كلمه. دي العقليه اللي انا ابتديت دايما احاول افكر بيها. انا عايز اشتري كورس معين او عايز استثمر في حاجه معينه، ازاي اقدر اشتريها ب1000 دولار؟ طب يعني ايه 1000 دولار؟ هعمل شغل ل3 عملاء مثلا وقت ما كنت باخد في العميل $300 لسه. خلاص هعمل شغل ل3 عملاء في الشهر، اجيب الفلوس دي استثمرها في حاجه تانية. واحده واحده تلاقي نفسك السقف بتاعك عمال بيعلى. فوقتها كنت اقول ازاي بقى استغل كل نقطه معلومه انا خدتها من الكورس ده في ان انا اعوض اللي انا استثمرته في الكورس ده 10 اضعاف على الاقل. فلما انت بيكون عندك العزم والتصميم في ان انت تعمل حاجه زي كده عشان انت فعلا دفعت دم قلبك في حاجه معينه، دي الحاجه اللي بتغير حياتك بشكل انت ما تتخيلوش. فعشان كده لما باجي اعمل الكورسات بتاعتي انا ما بقدمش عليها خصومات، ما بخليهاش بالمنظر الرخيص اللي ناس كتير
كتير بتبيع كورساتها بيها، لان انا ساعتها هبقى فعلا بضرك مش بنفعك. وللاسف ناس كتير بتبقى خايفه انها تتبع المنهجيه دي، لان طبعا المنهجيه دي مش سهله. مش كل ما حد هتروح له وتقول له انا هبيع لك كورس بشكل غالي يعني هبيعه لك غالي عشان انت تستفيد منه. صدقني انا بعمل كده عشانك. لا انا مش هكدب عليك، وانا ببيعه غالي عشان انا استفيد وانت برضه في نفس الوقت تستفيد. يعني اما انت لما هبيع حاجه بشكل غالي ما انا طبيعي هستفيد، انت برضه على الصعيد الاخر هتستفيد انت كمان. بس هو مش هيقتنع بكده، لازم اساليب اقناع، ولازم تبتدي تقنعه ازاي يعمل الموضوع ده، او لازم ازاي تقنعه ان هو يستثمر في الحاجه اللي انت بتبيعها عشان فعلا حياته تتغير بعد كده. فناس كتير ما بتبقاش عارفه ازاي تبيع بقى بالمنظر ده، فبيبتدي ان هو يقلل كورساته على قد ما يقدر. ازاي اكون ببيع ارخص واحد في السوق عشان اقدر ابيع كتير واكسب اكتر. فدي العقليه اللي هي ماشيه هنا دلوقتي. فتلاقي الشخص اللي بياخد الكورس ده نادر قوي اما يطلع بنجاحات منه، فبالتالي تلاقيه دفع فلوس في كورس معين، يروح يشتري بعديه كورس ثالث وكورس رابع وكورس خامس وكورس سادس في رحله لا تنتهي من شراء الكورسات. وطبعا لكل قاعده شواذ. يعني ما في ناس بتتفرج على فيديوهاتي بس المجانيه على اليوتيوب وبتروح تكسر الدنيا. الفكره كلها ان انت الموضوع كله مرتبط هنا بالدافع وبالعزم اللي عندك، العزيمه عشان تاخد فعلا اكشن وتاخد تغير فعلا من حياتك. يعني لازم يكون في الم في حياتك عموما عشان تاخد اكشن، سواء الم الفلوس او الم ان انت عايز تخرج من الالم اللي انت فيه في حياتك دلوقتي. فالالم هو اللي بيحركك حتى لو فيديوهات مجانيه. فانت في كل الاحوال لازم يكون في الم يحركك. في ناس بيبقى الالم بالفعل موجود عندها، وفي ناس تانية لازم انت تحط نفسك في الم علشان تتحرك. كم واحد يا جماعه متفق معايا من الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي ان انت عشان تاخد اكشن فعلا لازم حد يمسك لك العصايه؟ في ناس كده. انا شخصيا كنت كده في يوم من الايام، لازم حد يمسك لي العصايه عشان اذاكر وانا صغير. انت انهي نوعيه من الناس؟ لازم تشوف دايما ايه الالم اللي موجود عندك. الالم ده هو اللي هيحركك، هو اللي هيخليك تكتسح وهتخليك تنجح في حياتك بشكل انت ما تتخيلوش. بس ركز على الالم اللي عندك، لان الالم ده هو اللي انت دايما بتفضل فاكره. دايما لما الحياه حتى بتعدي، ودايما لما السنين تعدي وترجع تفتكر الالم ده، هتبقى صعب ان انت تتكلم عنه، لان هو هتعيش نفس الحاله دي تاني. على عكس اي شعور ايجابي، على عكس اي حاله سعيده انت مريت بيها، الالم هو الشعور رقم واحد اللي بيحرك اي انسان من الحاله اللي هو فيها للحاله او للمكان اللي هو عايز يروح له. ده كده كان فيديو سريع عن طريقه تفكيري في ليه انا بعمل كورسات غاليه. لو انتوا حابين محتوى اكتر عن ازاي بقى تبتدي تبيع اصلا منتجات غاليه او كلام من ده كله، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. واكتب لي لو انت حاولت تبيع قبل كده حاجه برضو بشكل غالي وما عرفتش، وطريقه تفكيرك في الموضوع ده. ومتحمس اعرف ارائكم. وشكرا لان انتوا اتفرجتوا على الفيديو اللي انا بدردش فيه مع نفسي ده. يعتبر انا بطلع بس افكاري بره. واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.